افتكرت اني هلوس. انه انت مش هتقدر تغير اهلك. I'm your biggest fan from Morocco. ان احنا عايشين طول حياتنا مستنيين من بابا وماما اللي هما ما ادوهولناش. انا نفخت نفسك فيه في الجيم. فاحنا محتاجين كاهالي نفهم ان في طاقه، كل الاهالي بيشتكوا نفس الحاجه. ليه تين ايج صعب؟ طول ما الحياه مش مديالك اللي انت عايزه، في حاجه انت بتعملها غلط. هل ان انا اعترف لنفسي بضعفي ضعف ولا قوه؟ ازيك يا نور، عامله ايه؟ الحمد لله، مبسوطه جدا ان انا مبسوط قوي ان انا باللقاء شفتك ده. اخيرا. ايوه عامله ايه في دهب؟ والله لطيفه، يعني هو دهب كده ليا باجيها كل فين وفين. اوكي. وفي السنتين الاخرانيين لما باجي في سينكرونيسيتيز كتير بتحصل. دي حاجه انا لاحظتها هنا المرتين دول اللي انا جيت فيهم. فالسينكرونيسيتيز دي بتحسي ان عجباني. انت طبعتي مع المكان؟ طب بعد مع المكان قوي لا، اوكي. لانه it needs time، يعني الواحد محتاج وقت طويل عشان يطبع. اوكي. لو ان في ناس كده من اول مره كده تخش في حته خلاص. تحس ان هو ده مكانها او هو ده. لكن زمان 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 ما كنتش بحب دهب. اوكي. فانا حاسه ان انا ابتديت احب دهب، فده كفايه عليا دلوقتي. ده حلو جدا. وان في سينكرونيسيز بتحصل وبقابل ناس ما كنتش متوقعه خالص انها تكون موجوده، او بتعمل حاجات فعندها فاليوز. واحنا ما كناش متوقعين ان احنا موجودين خالص. بالظبط فاهم. دي بالنسبه لي حلو. انا ما كنتش مخطط خالص لان ده يحصل، ولا انا يعني هي كل حاجه وقعت في مكانها في الوقت المظبوط في مكان مظبوط. تمام. انا لما عمرو قال لي تميم هنا وكلمته وعايز بيعمل بتاع، هو بلوجر، فبقول له ممكن نعمل اي حاجه، فبيقول لي هكلمه واقول لك. فرحت انت على طول ريتش اوت وكلمتني وبتاع، ودلوقتي بتقول لي أيوة. لا انا بتفرج عليكي من قبل. ايوه من زمان، وبحب يعني في حاجات كده بترن في ودني كمان عشان بتقوليها زي ما الواحد حاسسها بالظبط. بقولها زي ما الواحد حاسسها بالظبط. يعني انا بشوف ان الناس بتحس بالطريقه اللي انت بتوصفي بيها، عشان كده بيحبوا يتفاعلوا مع كلامك وبيسمعوا بتركيز اكتر يعني. الحمد لله. فانا يعني دي بالنسبه لي سينكرونيستي جميله يعني، وانها تحصل في دهب، فثانك يو دهب. انا بحب يعني ثانك يو دهب جدا يعني. طيب، اكتر الناس بحس ان هم بيبقى عندهم مشاكل دايما بتبقى نابعه من البيت، ودايما نابعه من الاهل والتشدد والتحكم والتربيه. والواحد بيوصل لمرحله ان هو دايما بيبقى شايف ان دي ازمه حياته والشماعه اللي هيعلق عليها كل حاجه. يخرج ازاي الواحد من الحته دي من غير ما يظلم نفسه ومن غير ما يعيش دور الضحيه؟ واو، ده السؤال ده لازم الخص لك فيه كل اللي انا بعمله في حياتي. هنحاول. اوكي فاحنا عشان نرد، اول حاجه ان انا عايزه ابتدي بان انا اشرح الدنيا بتشتغل جوه ازاي. اوكي، فاهم قصدي؟ فانت بتتكلم على السن المعين، صح؟ بتتكلم مثلا من تينيجرز، مراهقين 13 بالزبط. سنه، لينا احنا بقى كناس كبيره بتتعامل مع اهلها. بالظبط. فاحنا في اول حاجه محتاجين نفهمها انه احنا اللي اتعمل فينا، احنا اتعلمنا بطرق تعايش اللي احنا بنعملناها ان احنا نتعايش مع ده او نرد عليه، نعمل رياكشن. فاحنا we became reactive people، بني ادمين بيتفاعلوا مع اللي بيحصل لهم. ففي دايما رد فعل. يعني انا مثلا ابويا بيزقني فانا بقى متمرد، فابتدي اتمرد مثلا في المدرسه، او ابويا بيهزقني فانا ابتديت اخاف فكشيت، فالولاد يعملوا لي بولينج في المدرسه، ويبدا الموضوع يكبر من هنا. فاهم حاجه احنا محتاجين نبتدي نركز فيها، وهي دي التول الاساسيه. انا بتكلم على تولز وبدي تكنيكس، ما بديش تكنيكس، ده مش طريقتي خالص في التعامل. اوكي. لان انا مقتنعه ان احنا محتاجين نحل المشكله من جوه. التكنيكات دي عشان نحل المشكله الظاهره اللي بره على الوش، اللي هي فيها الرياكتيفيتي، اللي هي فيها التفاعلات. بيقول لك التفاعلات تبقى عامله ازاي بدل ايه. غير اللي انت بتعمله بتكنيك. انا ده مش جوي خالص. تمام. فانا عايزه اديلك تكنيك يرجعك لجوه
عشان انت من جوه تبتدي تحل بجد، وانت اللي تحل لنفسك مش حد يحل. بالظبط. فبدل ما تتفاعل ومحتاج حد يساعدك في انك تتفاعل بطريقه احسن، لكن الاحساس الداخلي لسه مش هو اللي انت عايزه، انا عايزك تخش على الاحساس الداخلي واديلك تفاهم ليه، عشان اديلك تولز تعرف تتعامل معاه. فايه رايك؟ يقدر هو يتعامل مع ده بنفسه لوحده، يعني لوحده مش لوحده بس يعني بس على الاقل هيبتدي يفهم هي ماشيه، الدنيا ماشيه ازاي، فيبتدي يعرف يخش على الحته الحقيقيه اللي محتاج تتحل، اللي هي فعلا عندها مشكله. بمعنى تاني، بدل ما اقول لك بدل غير الاسبرينا بايبوبروفين، هقول لك ايه اللي بيخليك يجي لك صداع وازاي تقدر تعمل حاجه مع نفسك عشان يجي لك صداع اقل. فاهمك. طيب خليني اقول لك مثال. مثلا انا دلوقتي حد عنده اهله مش بيدعموه، او انا مثلا حد ما بحسش ان انا مطلوب، او بحس دايما بالرفض، او بحس ان اهلي بيتريقوا عليا، او بدافع الحب بس دي طريقتهم في ان هم يعملوا ده، فانا دايما ده بيأثر عليا، انا بيخليني عطلان. واللي بعرف اعمله واحس ان انا شاطر وجامد فيه، ان انا ارفلكت ده عليهم بغضب، بزعيق، بصوت عالي، بمشاكل. ولكن مش دي الحقيقة. الحقيقة هي حاجة تانية. اعرف ازاي اوصل لده واعمل ايه عشان اقدر اشوفه واتعايش مع الحتة دي. حلو قوي. فانت بتقولي انك انت دلوقتي بتغضب مع اهلك، ولا بتغضب مع صحابك، ولا بتغضب مع الناس اللي بيحسسوك نفس الحاجة اللي اهلك بيحسسوها لك؟ هي كلها نفس الحاجة باختلاف الاشخاص. أوكي. هو اهم حاجة انك انت تبتدي تفهم انه اداس على زرار انت فيه حاسس انك انت اهلك مش بيدعموك. فلما عيل يحس ان اهله مش بيدعموه، ايه الحاجة الطبيعية اللي بيحس بيها؟ ان هو قليل، غير مرغوب، وان هو ما هواش بني ادم كويس. فانا ابتدي يعني انا احط نفسي في محله. لما ابوه مش بيدعمه، العيال بطريقه طبيعيه لما بيكونوا صغيرين على طول بيحسوا ان لازم يكون فيا حاجه غلط. عشان ليه ابويا بيعمل فيا كده؟ لو ابويا بيعملني كده وما بيدعمنيش، لازم انا يكون فيا حاجه غلط. فاول حاجه ابتدي افهم، بلوم نفسي. وبعدين ابتدي يبقى عندي رد فعل، ده اللي هو الغضب. انا غضبان من ان انا حاسس ان انا ولا حاجه بالنسبه لابويا، فاروح غضبان على ده. لكن الغضب ناتج ان انا حاسس ان انا ولا حاجه بالنسبه لابويا ولازم يكون فيا حاجه غلط. فانا برفض احساسي ان انا فيا حاجه غلط، وبرفض احساس ان انا غير مدعم، وبرفض احساس ان انا مرفوض، فاقوم طالع بالغضب. انا بتكلم على المثل اللي انت بتقوله، لان في حالات تانية ان اقوم انا كاشش وابتدي اخلي الناس واعمل حاجات منيله على عينها تخلي الناس ترفضني اكتر. ما انتوا بتقولوا عليا مرفوض، فانا هوريكم بقى مرفوض يعني ايه، فخليكم بقى كل ترفضوني بجد بقى فكل واحد ليه طريقه. فانت بناخد المثل اللي انت بتقول عليه ان انا بغضب، لان ده بيحصل كتير. فالغضب انت بتقولي اديني تكنيك، فهميني اتعامل ازاي. انا بقول لك خد بالك ان الغضب الباب اللي عن طريقه تعرف الاحساس الحقيقي اللي انت عايز تتخلص منه ايه هو. ايوه فعلا. كل ما تغضبي من حاجه، لو عرفتي ايه الحاجه دي، هي دي سبب المشاكل اللي عندك كلها. فانت انا مش هديك تكنيك، انا هديلك خريطه تعرف تبتدي تقرا بيها نفسك، فانت هتلاقي التكنيك لوحدك بطريقتك مع اللي يتناسب. بالله ينور. اوكي قولي لي، متحمس نعمل ايه؟ فاهم؟ فهناخد المثل ده ماشي. عشان المثل ده ينفع لحاجات كتير. بالظبط. فانا دلوقتي واقف مع زميلي في الباندا بتاعتي، مع ان صحابي في المدرسه ولا بنشرب حاجه في حته، وراح مش عارفه قال لي كلمه راحت مضايقاني، لانها تشبه الكلمه اللي كان ابويا بيقولها لي، بتحسسني ان انا قليل. فرحت انا ردد عليه بشتيمه، او ردد عليه بان انا حاولت اخليه هو كمان يحس ان هو قليل، متريق انا عليه. مش ابويا بيتريق عليا، انا اتريق كمان عليه. انا اتريق عليه. فانا بعمل ايه؟ انا بقلد ابويا. في الشغل اللي انا بعمله ان انا اقلد ابويا، ده معناه ايه؟ معناه حاجه كبيره قوي محتاج تاخد بالك منها، اللي هي ايه؟ ان انا ابتديت اتقمص شخصيه ابويا عشان اعامل الناس.
فانا ببعد عن نفسي. اوكي، عشان انت مستنيه الموافقه والقبول منه. بالظبط. ولكن الطريقه دي اللي انا بتفاعل بيها وبتقمص فيها ابويا لا يمكن هتوصلك انك انت تاخد الرضا من صحابك اللي هم بروجكشن او عامل عليهم اسقاط للي انت عايزه من ابوك. لو احنا فهمنا النقطه دي كل واحد هيعرف يلاقي سكته في انه يخلص. يعني ابوك بيزعق لك او ابوك بيتريق عليك، فانت الطريقه اللي انت بتعرف تحسس نفسك بيها انك انت احسن من صحابك انك انت تروح تعمل فيهم اللي ابوك بيعمله فيك. يعني شايفه ان ده ليه علاقه بان الواحد بيبقى مستني ياخد قيمته من عيون او من نظره الناس اللي بيحبوه ليه، عشان كده هو ما اخدهاش فبيسعى طول حياته ان هو يحققها. بالظبط. وبل المشكله مش ان هو يسعى لده، المشكله انه بيسعى بالطريقه اللي مش هتوصله لده. بس هو ما يعرفش ده. وهو ده سر شغلي. يعني انا اللي مخليني مختلفه عن بقيه الخلق ان انا فاهمه اللعبه دي، فبعرف اخليك ترجع المشوار عشان تعرف تبنيه صح، فتعرف توصل للي انت عايزه. انت من حقك ان الناس تحترمك، انت كان من حقك انك انت تاخد الدعم من ابوك. فانت حاسس ان في حته فيك بتقول انا وحش، انا بايظ، لازم يكون في حاجه غلط، عشان كده ابويا ما دعمنيش. وفي نفس الوقت في حته فيك كبني ادم اتولد في الحياه دي حاسس واثق انه لا انا من حقي ان انا اتدعم. فالمشكله بتحصل في الدماغ انه بما ان حقي ان انا اتدعم كبني ادم، ايه اللي مخلي ابويا ما عملش فيه كده؟ فاحنا بنخش في حته بيحصل لنا فيها confusion، عدم وضوح، مش فاهمه ايه اللي بيحصل، مش فاهم ايه اللي بيحصل. الحتتين دول جواك بيبتدوا يحاربوا بعض وانت مش دريان بالحرب، ويطلع في رد الفعل. وبعدين رد الفعل ما بيجيبلكش اللي انت عايزه، فبتبني على رد الفعل وبتبتدي تجرب تكنيك تاني، طريقه تانيه، وكلهم نابعين من الحته اللي انا مجروح فيها وقليل فيها ومش قابل نفسي فيها وفي حرب مع نفسي مش دريان بيها، لكن ببني رد فعل فوق الرد الفعل. فانت شايف احنا بعدنا ازاي عن المشكله الاساسيه، وانت مركز في ان انت تحمي نفسك وتحضر الرد ماشي، وتحاول تحسس التاني انك انت احسن منه عشان ما تحسش انك انت اقل منه، عشان ابوك حاسس انك انت اقل وفي نفس الوقت بتطلب بس مش عارف. سكه بعيدنا خالص، سكه بعيده عن اللي احنا عايزينه خالص. طيب ده بيوضح لك شويه كتير، بس اللي ببقى شايف ان الناس بتعاني فيه ان طب ازاي اخد قيمتي الحقيقيه مش منه، من نفسي. حلو قوي. ما انا عشان ابتدي امشي السكه دي لازم افهم التوهان اللي احنا عشناه اللي احنا شرحناه دلوقتي. فلو انا ابتديت افهم التوهان، ده معناها ان انا محتاج ابتدي احط على ترابيزتي بيني وبين نفسي اعترافي لنفسي بان انا حاسس ان انا قليل بسبب اللي ابويا عمله فيا، وانا حاسس ان انا مش متدعم، فده قاطم ظهري ومحسسني بحزن او محسسني بان انا غلط تايه، في حاجه، ان انا تايه. وبسبب كل ده انا وصلت النتيجه ان بين ابويا ما عملدانيش الحاجات اللي كان المفروض اب يدهاني، انا غلط، انا فيا حاجه غلط. فاهم؟ فهم خطين، واحد مبني على التاني. او الخط الاولاني ان انا ابتدي اسمح لنفسي ان انا احس واعترف لنفسي باللي بيخليني يبقى عندي رد فعل، وان انا كان من حقي ان انا اخد ده من ابويا، وان ده محسسني بحزن او محسسني ان انا مكسور او محسسني ان انا ضعيف في الحياه ومش عارف الاقي سكتي عشان ما خدتش دعم، او ان انا مرفوض لان ابويا رفضني. فلو انا سمحت لنفسي احس بده ابتدي اتفرج على ردود فعلي لده مع الناس، فابتدي افهم واشوف ان ردود فعلي مش جايبالي النتيجه اللي انا عايزها، فمحتاج اغير اللي انا بعمله. فانا محتاجه اغير استراتيجيه التعايش اللي انا اتعلمتها وبعيشها بطريقه اوتوماتيكيه ومش جايبالي النتيجه. انا محتاجه افهم ده واخد فيه خطوه، وابتدي اخد خطوه، اقول بما انه
ده مش جايب لي النتيجه اللي انا عايزها، يعني انا ببتدي اتريق على اصحابي فاصحابي يتريقوا عليا، ففي النهايه يعني انا احيانا بكسب يا هما بيكسبوا، وانا بروح البيت فاسال مسابقة. نفسي مسابقه. فانا فعلا حسيت ان انا البني ادم ده احترمني عشان احنا دخلنا الماتش البينج بونج ده اللي هو يتريق عليا وانا اتريق عليه. انا اسال نفسي سؤال، ايه انا فعلا وصلت لان انا احس ان الولد ده احترمني، ان قيمتي. هبتدي الاقي انه لا، فهلاقي نفسي اوتوماتيكيا بعمل كده تاني. اوتوماتيكيا بعمل كده تاني لان انا متمرن على ده وبعرف اعمل ده وما اعرفش غيره. فانا لما ابتدي ابص وابتدي اوعى ان انا بعمله وما بيجيبش نتيجه، بعمله وما بيجيبش نتيجه، في حاجه من جوه بتبتدي تتحرك تقول لك يا ابني ما تدور لك على حاجه تانية تعملها كرد فعل، بلاش نتريق، نبتدي نعامله نبتدي نساله ايه اللي خلاك تتريق عليا؟ فتلاقي البني ادم اللي قدامك اتصد لانه ما كانش متوقع انك انت هتقول له حاجه زي كده. فانت تقول ايه؟ واو اشتغلت اخيرا، عرفت اوقفه، عرفت اسكته. او انت فاكر ان التريقه دي يعني فيها يعني هتوصلنا لاي حاجه؟ هتريق عليك. لما انت تبتدي توعى انت بتعمل ايه، انت بتلاقي التكنيك. كل الناس بتسال اديني تكنيك، اديني حاجه جديده. تلاقي تكنيكك انت. انا بقول لك انت لاقي التكنيك لما انت تفهم انت بتشتغل ازاي، لان ده حاجه نابعه منك انت. فطريقتك فيها غير طريقتي غير. بتشوفي ان اول خطوه هي اصعب خطوه ان الواحد ياخد باله اصلا؟ اول خطوه هي اصعب خطوه، انك انت تاخد بالك وتبتدي تسمح لنفسك انك تعترف لنفسك ان ده مش جايب لك النتيجه اللي انت بتدور عليها. امتى الواحد محتاج يعترف بنفسه ده؟ لان اوقات كتير هقول لك يعني الواحد كتير بيبقى حاسس ان هو لا انا صح، ما اصل انا اللي بفكر في ده فاكيد هيبقى صح، اكيد دماغي مش مسوحاني، اكيد اللي انا حاسه ده هو كان قاصد يضايقني وقاصد يتريق عليا. حلو جدا، حلو. هو كان قاصد يضايقني وقاصد يتريق عليا ويستاهل اللي حصل، حلو قوي. انا في الاخر بعد لما انا اقول لنفسي كده، لو انا قعدت مع نفسي ده وصلني اللي انا عايزاه، هو صعب، هو انا صح، انا كان لازم اشتمه عشان هو كان بيتريق عليا بجد، وانا ما عملتش كده يبقى انا ايه؟ قليل. نفترض ان هي دي القصه، ماشي. اللي انا عملته ده جاب لي، حسسني من جوه، رضاني وعمل لي اللي انا عايزه، رضاني واداني اللي انا عايزه. هو ده السؤال اللي لازم دايما ترجع له. رضاني واداني اللي انا عايزه ولا انقذت وشي قدام الناس؟ يعني انقذت وشي قدام صحابي. ان السؤال ده هو دايما المقياس بالظبط. طالما ده رضاني يبقى هو ده الصح عندي، الصح بتاعي. بالظبط. اوكي. يعني بمعنى تاني، انا انقذت وشي قدام صحابي فما سمحتلوش ان هو يشلفطني. حلو. وانا نايم انا بالمخده بقى، ده وصلني ان انا احس ان انا فعلا مش مرفوض، وعندي الاحترام اللي انا عايزه من البني ادم ده ضامن لي ان انا فعلا بيني وبين نفسي بقى انا انقذت نفسي. حلو، خلاص عدى الموقف. لكن بيني وبين نفسي انا حليت الحته اللي انا واقع فيها في احساسي ولا لسه مش واخد بالي. انت بتسالت سؤال مهم جدا، بتقول لي طب انا حاسه ان انا عندي حق، اعرف ازاي ان انا ما عنديش حق؟ مش هو ده سؤالك؟ يعني اعرف ازاي ان انا غلطان، انا محتاج ان انا اغير بقى من ده. لما تشوف ان اللي انت بتعمله مش مديلك النتيجه اللي انت بتدور عليها. محبوس لسه في نفس الوجع، انا قدام صحابي انقذت نفسي، بيني وبين نفسي انا متضايق. بما انك متضايق يبقى اللي انت بتعمله مش جايب. فتقوم تعرف ان ده غلط، بحاجه. الله ينور. بتحسي ان الواحد محتاج يكون مرن اكتر عشان يقبل حاجه زي كده؟ طبعا محتاج يبقى مرن، ومحتاج يبقى عنده استعداد انه هو يبص على نفسه، المرونه في اني اقبل ان انا غلطان. اوكي. هديلك في قانون سهل قوي اللي هو الباب. طول ما الحياه مش مديلك اللي انت عايزه، في حاجه انت بتعملها غلط. ما دام في علاقاتك انت مش مبسوط يبقى انت غلطان. انت مقتنع انك انت صح، انت مقتنع انك انت غلط. ما دام انت مش اخد الحياه مرايه للي انت عايزه، للي انت جواك، مش اللي انت عايزه.
للحقيقه اللي عامله لك المشكله. الحياه ما بتديلكش اللي انت عايزه، الحياه بتديلك اللي انت محتاج تتعرف عليه عشان لما تفكه توصل للي انت عايزه وتفهم معناه. اعيدها تاني. يا ريت. الحياه مرايه وما بتديلكش اللي انت عايزه. انت عايز دعم ابوك، انت عايز دعم الناس ليك، بس انت كل ما حد ما بيدعمكش بتغضب، فالغضب بيخلي الناس تبعد عنك فما بتاخدش دعم، فبترجع تغضب تاني عشان انت مش اخد دعم. فبما انك مش اخد دعم افهم ان الحياه عماله تديلك مرايه انا غير مدعم. وغضبي مش موصلني للدعم. فده بيخليني غضبان. الحياه هتفضل ترجع لك، طول ما انت غضبان الحياه هتفضل ترجع لك عدم دعم. فانت عايز الدعم لكن بتدور عليه بطريقه غلط. اكسر ده ازاي؟ تكسر ده ازاي؟ باللي انا بقوله، انك انت تبتدي تشوف بما ان الحياه بتقول لي ان انا مش مدعم وانا حاسس ان انا من حقي ان انا اغضب بما انهم مش بيدعموني، بما ان الحياه لسه عماله تحطك في مواقف عدم الدعم بيتعاد فيها، ده معناه ان انا لازم اغير التكتيك اللي انا بعمله، التكنيك اللي انا بستعمله، الطريقه اللي انا بتعامل بيها اللي هي ان انا بغضب. لازم تكون غلط لانها مش موصلاني للي انا عايزاه. فالحياه مديالك عدم الدعم. ليه؟ لان عدم الدعم هو ده اللي موجود في عقلك الباطن، هو ده اللي انت محتاج تحله وتشتغل عليه. فايه التكنيك اللي انا بديهولك؟ انك انت تفهم ان الحياه مرايه للي جواك، مش للي انت عايزه، للي انت محتاج تحله في حياتك علشان توصل للي انت عايزه. انت عايز الدعم، عدم الدعم هو الجرح اللي جوه. فانا لازم ابتدي ابص على عدم الدعم واعترف لنفسي بيه، وابص ان الطريقه اللي انا بتعامل بيها مع عدم الدعم مش موصلاني للدعم. تبدا تغير. فدي هتديلك الفرصه انك انت تبتدي تقول المرونه بقى تيجي هنا. لا ده انا هغير، بدل لما اتجنن على اللي قدامي ده عشان ما دعمنيش هبتدي ابص عليه، هبتدي اتساءل هو فعلا مش مدعمني وانا فعلا طلبت دعم ولا انا شطيت فيه على طول كده وما اديتلوش فرصه. انا سامح لنفسي فعلا ان انا اعبر ان انا محتاج دعم، ولا انا مخبي على ده علشان خاطر مش عايز حد يحس بضعفي. طب هم هيدعموني ازاي لو انا مش مبين؟ صح. يمكن لما حد بيجي يعمل كده انا بحس ان انا دايما ببقى خايف على شكلي او مش عايز ابقى بزود بالذات كتين على ايج، بالذات كمراهق. انا اهم حاجه بالنسبه لك شكلك قدام التانيين. هو... فده بيودينا لحته مهمه جدا. احنا كلنا متعودين ان احنا لازم نخبي ضعفنا ولازم عشان نبان جامدين. فاحنا محتاجين نخش نفهم القصه دي حقيقيه. هل ان انا اعترف لنفسي بضعفي ضعف ولا قوه؟ على حسب انت واصله لانهي مرحله في الاعتراف بينك وبين نفسك. بتقولي لنفسك ده وانت فخوره ولا انت مكسوفه؟ فانا كتين ايج لازم افهم يعني ايه تين ايج. تين ايج يعني انا عيل خدت علق كتير من ابويا من اهلي بطريقه لطيفه او بطريقه مش لطيفه. يعني في اهل بيدوا لك كل حاجه لكن شرطين عليك لازم تدينا اللي احنا عايزينه منك. بالزبط. فده سجن برضو. ما دي برضو تروما. باختلاف الطريقه. باختلاف طريقه. مش بس اللي بيزعق هو اللي غلطان، مش بس اللي بيضرب هو اللي غلطان. الام اللي تقعد تعملك مانيبيوليشن عشان تديها اللي هي عايزاه وتحولك لامها بدل ما انت تبقى بنتها وتكتشف كده بعد وانت عندك 50 سنه. طب ما انت خدت خازوق جميل يعني في حياتك كبير. يعني فاهم قصدي؟ ففي مليون ألف طريقة ملتوية غير باينة بنبوظ فيها الدنيا. فإحنا كتين ايج إحنا ليه تين ايج صعب؟ ليه؟ علشان خاطر دي المرحلة اللي إحنا عندنا بندي لنفسنا الفرصة التانية إن إحنا نخلص من السجن الأولاني اللي إحنا اتهلكنا فيه من أهلنا. اللي احنا الفرصة اللي أقدر أخرج فيها. دي الفرصة إذا عندي الطاقة
بتاعه التين ايج اللي داخلالي دي، اللي انا ابتديت ما بقاش معتمد عليهم في كل حاجه، حاسس نفسي ابتديت اكبر، حاسس نفسي ان انا طب ما انا ممكن ابتدي ارد عليهم، او ممكن ابتدي ادور لنفسي على حلول بره، او ابتدي بقى مع صحابي ونعلقوا البيت. في حته كده في التين بتطلع ايج في الوقت ده بتطلع في الوقت ده مديالك الطاقه انك انت تقول ايه، عايزه انفصل. عايزه انفصل عن ايه؟ عن كل اللي واجعني، عن كل اللي محسسني بالقرف اللي جوايا. وده متمثل هنا وده متمثل هنا. فتلاقينا دايما بنعمل كل حاجه، كل اهالي بيشتكوا من نفس الحاجه. إيه، متمرد، مش بينظف اوضته، مش عايز يذاكر، إيه، قاعد مع صحابه طول الوقت، إيه، ابتدى يحشش، إيه، ابتدى مش عارفه ايه، إيه، خايف عليه، إيه، ماشي مع اولاد مش مظبطين. هو بيدور على انه يثبت نفسه، بس بيحاول يثبت نفسه بطريقه الغلط. فبيعك في النص. وليه بنعك؟ لان محدش قال لنا اللي انا بقوله دلوقتي. فما عندناش مانيوال، ما عندناش كتاب، ما عندناش شرح، ما عندناش حد يفهمنا. فاحنا محتاجين كاهالي نفهم ان في طاقه في العيل بتقول له انا عايز استقلالي منك، وعايز منك حاجه تانية، بس بقولها من حته انا مجروح فيها من اللي انت عملته فيا. فده الشكل اقدر ابينه بيه. فانا لازم افهم جرحي. فان انا ابقى تين ايج مرحله صعبه قوي. فاحنا محتاجين نفهم ان التمرد ده هو احتياج التين ايج، انه هو يقول انا هنا يا جماعه ومحتاج تسمعوني، وبطلب انكم تسمعوني عن طريق تمردي. دي طريقته في انه يوصل رسالته بالظبط. فاحنا بنروح عاملين ايه؟ لا سلطتي ازاي وصوتك سلطتي ازاي صوتك يعلى عليا، ازاي تعمل فيا كده، انت فاكر نفسك مين، انت فاكر نفسك كبرت. الاهل رد فعل. اسلم حل او اسلم رد في مواقف زي دي؟ اسلم رد ان انا ابتدي افهم ان ما دام ابني بيتمرد يبقى عنده قوه ان هو يرفض اللي هو حاسس ان هو مش كويس بالنسبه له. ولكن القوه دي محتاجين نحطها في مجرى حقيقي سوي. فانا عشان اقدر اعمل كده كأب او كأم لازم انا اكون سويه برضه. بالظبط. لان ما انا عندي كمان مشكلتي، ما انا ابويا كان بيديني على قفايا، فانا حاسه ان انا قليل. فاول ما ابني يبتدي يحسسني ان انا قليل فاقوم عامله فيه ايه؟ اديله على قفاه زي ما ابويا اداني على قفاه. ونفس الحلقه هتفضل شغاله. ايوه. واللي فوق ما يعني ايوه هتفضل شغاله نفس الحلقه. مش احنا كنا بنقول قبل كده اللي هو الولد بيحاول يعمل حاجه وعمال يوصل لنفس الحكايه، ابوه بيعمل فيه نفس اللي هو وهو بيعمل نفس البتاع، وعمالين نورث الغلب ومفيش حاجه بتتغير. فانا هدي لك تكنيك، بمعنى التكنيك اللي الناس فاهماه في السوق بايه. ادي لك تكنيك اقول لك ايه، اتنفس 3 تنفسات، او لما صاحبك بدل ما ترد عليه طب ما وبعدين مره لما يجي حد يقول لك كلمه كبيره هتلاقي التنفس. هقول لك اعملي ريجيم علشان خاطر محتاجه تخسي. طب ما انا بعمل ريجيم واول ما الاقي نفسي في مأزق عاطفي اروح الاقي نفسي رحت كبشه في كل الاكل اللي انا كنت محرومه فيه. فانا بالنسبه لي مش هو ده الحل الحقيقي. الحل ان انا ابتدي فعلا افهم واتعامل مع اللي انا ابتديت افهمه. فده متطلب ان انا يبقى عندي قدره، ده اللي بيبني القوه الحقيقيه. قدرتي ان انا اواجه نفسي زي ما هي. لان لما بواجهها ببتدي الاقي حلول حقيقيه لحلها. كل الناس اللي وصلت كتير كبيره قوي عارفين نقط ضعفهم كويس قوي، عشان كده قدرت تفهم دماغك وتمشيها. ازاي الواحد يلاقي عيوبه؟ عن طريق الحاجات اللي بتحصل لك، النوع الحتت اللي انت ضعيف فيها، اللي انت بتحاول تخبي عليها طول الوقت، اللي انت بتحاول تبين نفسك انت قادر وواصل مع صحابك، بتخبي نقاط ضعفك. طيب في دايما حته كده اللي هو في دايما صوتين في الجزئيه دي، بين ان انا اتقبل عيوبي واعيش معاها وتمام، وبين ان انا لا لازم اخلي عيوبي دي احسن واطورها واحسنها واشتغل عليها. بالظبط. ما انا بقول لك انت محتاج تتعرف على عيوبك. ما بقولكش كده علشان تتعرف عليها وتتعايش معاها. الاثنين مع بعض. انا مش عايزه اتعايش مع عيوبي. انا عيوبي ان انا ضعيف، هتعايش مع ضعفي وافضل ضعيف؟ طبعا لا. لكن لو انا ما سمحتش لنفسي اتعرف على ضعفي هلاقي طريقه حقيقيه ازاي اطلع بيها من ضعفي. بالظبط كاني انا عايزه اروح روما، مش عايزه ابقى ضعيف. اوكي ماشي. انا روما هي انا مش عايزه ابقى ضعيف. ماشي. انا ضعيف
فانا قدام صحابي نافخ نفسي، بس من جوه انا حاسس ان انا ضعيف، بس انا مش داري ان انا ضعيف. انا من كتر ما نفخت نفسي صدقت ان انا منفوخ. اوكي، وما اشتغلتش على حاجه. وما اشتغلتش على بتاع، واجي بقى من وقت لتاني الاقي حد ايه منفوخ زيي، فاروح واقف لي، فاروح مديني كتف كده، اروح واقع. كل النفخه دي مفيش. كل النفخه دي مفيش. او الاقي نفسي في مواقف زي كده حسيت بضعفي فاتخضيت، فاقوم رافض ضعفي واقوم ايه انفخ نفسي اكتر. انفخ نفسي ازاي؟ اروح الجيم. فانا بقول لك ايه، لا ابتدي، اهي الدنيا ابتدت تقول لك انت اتهزيت، انت مبسوط طول ما انت ايه، او مثلا دايما ماشي مع ناس اضعف منك عشان تفضل انت حاسس انك انت منفوخ. في ناس بتعمل كده. عشان كده مفيش مانيوال، كل واحد بقصته. فواحد مثلا ابتدى يعمل ايه، ابتدى نفخ نفسه، فهو عايز يعيش بين ناس اضعف منه علشان يحس ان هو اللي مسيطر، فده عمره ما هيشوف غير لما حد يجي شافه لقطه من بعيد، يقول انت فاكر نفسك، طب انا هوري لك، تك وراح مديله بقى، هو اقوى منه، شاف ضعفه، شاف ضعفه فقدر يشتغل عليه، قدر يبتاع. فانت طول ما انت مش شايف ضعفك انت اضعف من عدوك، لان انت مش عارف قوتك وضعفك فين. طب خليني اكمل. قولي لي. فانت اول ما تبتدي تعترف لنفسك بضعفك، انا بقى عندي حاجه حلوه اقولها لك. ايه؟ اللي هي ايه؟ بما انك انت قدرت تبني رد فعل في انا نفخت نفسك فيه في الجيم او في غير الجيم، بصوتك، بغضبك، بمش عارفه ايه، ده معناه انك انت عندك القدره انك تعمل ده اصلا. انك تعمل ده اصلا، بس محتاج تغير السبب اللي بتعمل عشانه. الله ينور. فمش وحش انك تروح الجيم، بس وحش انك تروح الجيم عشان تبان اجمد. عشان تبان اجمد، عشان انت مش عارف تعترف بضعفك. انا بقولك بما انك انت قدرت تتخطى ضعفك وتعمل كده، ده اوريدي بيبين قوتك، فابتدي اعترف لنفسك انك انت قوي. فانت ما انتش ضعيف زي ما انت فاكر، انت ضعيف في القصه اللي انت عشتها مع ابوك حسسك انك انت ضعيف. لكن بما انك انت قدرت تتمرد وقدرت تبني واحد عامل كده، يبقى ابني الصوره بقى اللي انت عايزها. يبقى انت بنيته عن طريق الصوره. انا بحاول اقول لك انت ما انتش ضعيف قد ما انت متخيل. لو انت ضعيف بجد يبقى انت قعدت جنب الحيطه، لان في ناس كده ما عندهاش القدره انها تعمل اللي راح نفخ نفسه ده ويراحي مش عارفه ايه، تقعد جنب الحيطه. فاللي جنب الحيطه ده محتاجين نبولر نديله حل. احنا ادينا حل لمين؟ للي نافخ نفسه، قلنا له يفهم البتاع. بحس ان اسهل ان حد ياخد قرار وهو هدفه ان هو يتحرك او يروح الجيم او كده، اسهل من اللي هو حد بيبقى مش قادر وما عندوش الطاقه ان هو ياخد اول خطوه خالص. حلو قوي. فاللي مش قادر ياخد اول خطوه خالص ده لان هو تعبان، لان هو ضعيف بجد. ايه الخطوه اللي محتاج يعملها؟ ايه الخطوه؟ ان هو يبتدي يقوي طاقته، عشان من غير طاقه مش هيقدر يطلع من ضعفه. ازاي يقوي طاقته؟ بانك تاخد بالك من صحتك، تاخد بالك من دماغك بتشتغل ازاي، تاخد بالك من جسمك. العيال دلوقتي بتاكل شيبسي وبتتفرج على التلفزيون وقاعده قدام التابلت وقدام التليفون، وده بياكل مخهم، بيلسع الجهاز المناعه، بيشفط الطاقه الحيويه. غير انك بتبوظي مستقبلات الدوبامين كلها، لان خلاص مفيش حاجه هتوازي الدوبامين ده. فلو انت بتقول لي ازاي ارفع طاقتي، ابتدي اطلع من ده. فاهمك. لانك انت محتاج طاقه حيويه عشان تقدر تعمل كل اللي عشان تقدر تتغدى ضعفك الحقيقي. وكل ما تضعف فيزيكلي، كل ما تضعف في طاقتك الحيويه، كل ما ضعفك هيزيد. الشاشه بتاكلك، يعني طاقة جسمك هي اللي بتقوي طاقة عقلك وطاقة تفكيرك. ايوه بس مش طاقة جسمك، هي طاقتك الحيوية اللي بتتعبر عن نفسها عن طريق جسمك. اوكي. طاقتك الحيوية موجودة في الكلى، في التشاينيز ميديسن. اوكي. الطب الصيني. موجودة في قدرتك على انك بتنام صح، بتنام كفاية. ساعة او ساعتين شاشة اوكي، 7 ساعات شاشة انت بتلحس
بتشفط كل الخلايا. كل مخك بيتلحس، بتاخد ستيمولس زياده عن اللزوم، بتبوظ محفزات جهاز أكتر من المناعه. اللازم. جهاز المناعه لما بيبوظ جهاز الهرموني بيبوظ. لا مم. ده بيشتغلوا مع بعض، والاثنين وراهم الجهاز العصبي اللي هو الدوبامين والسيروتونين والمش عارفه ايه. فانت عمال تضعف كل ده وانت بتتضرب في البيت، او ابوك بيقولك انت فاشل، او امك بتقولك مش عارفه ايه. مم. فانت ضعيف عاطفيا وكمان ضعيف فيزيكلي، وعمالين يدولك شيبسي مم. عشان انت جعان ومش عارف تاكل ايه. والشيبسي فيسد بيعمل الإحساس اللي ادمان، جوه. بيعمل ادمان للقرف اللي موجود في الشيبسي. مم. فجسمك يبتدي يطلب الشيبسي، فترفض الاكل الصحي، مم. وتتبني عادة منها. فعمال طاقتك الحيويه عماله تقل، وبعدين تقولي انا ما عنديش طاقه ان انا اطلع من ضعفي. طب ما انت حقيقي ما عندكش طاقه تطلع من ضعفك. مم. فهمتك. شايفة قد إيه ممكن إن حد متأثر بتربيته لأهله، أو إن أهله شايفينه مش كفاية، إزاي ده بيأثر على العلاقة؟ إزاي ده بيأثر على علاقته بمراته أو بجوزها؟ يعني إزاي ده بيأثر في العلاقة بين اتنين؟ انت عايش حاسس انك انت قليل، فانت مم. دايما رد فعل. الرد فعل ده ممكن ان انا مثلا ايه، اعمل نفسي حلوه قوي من بره علشان اغطي على ده، مم. او اروح اشتغل جامد قوي زي ما انت كنت بتقول من الاول، مم. انك انت تكبر وعايش طول حياتك مش بتعمل تاخد مثلا نجاحات، مم. ومش نجاحات دي مش كفايه لانك انت عايز تثبت لابوك إن أنت انك في انت أكتر في وفي بتاع. فانا أحسن. بقول لك انسى ابوك، ده حصل في الماضي. مم. انت اثبتت لنفسك انك انت ناجح. المشكله في ده كله ايه؟ النقطه الميسنج لينك، مم. الحته اللي ضايعه مننا ايه؟ ان انا بتعامل مع خلق الله زي ما ابويا اتعامل معايا، زي ما كنت بقولك في الاول، زي ما كنت أوكي. بقولك دلوقتي هتبتدي تستوعبها اكتر. انا مم. قلتها مم. وعينيك فتحت، مم. لكن ما فهمتهاش قوي لانها محتاجه وقت تتفهم. مم. لما انا قلت لك هو بيعامل الناس، بيتريق على الناس زي ما ابوه بيتريق عليه. مم. المشكله مش ان انا بعامل الناس زي ما انت بتعمل، زي ما ابويا بيتريق عمل لي. عليا. انا بتعامل مع نفسي بنفس الطريقه. انا مش قادر اعترف مم. لنفسي بنجاحاتي، فبتعامل مع الناس بالشكل ده عشان فعمال أبويا. اعمل نجاحات وعمال استنى ابويا ان يديني الاوكي، عمال اعمل مم. نجاحات وعمال بتاع. انا مش قادره اعترف بنجاحاتي، مش شايفها، أنا مستني حد يشوفها. محتاجه حد يشوفها. وحتى لو هما شافوها انا عايزها من ابويا. مم. مين اللي عايزها من ابويا؟ العيل الصغير اللي جوايا، اللي مش ما الراجل خدهاش. الكبير اللي جاب عامل مم. النجاحات. فولا ده متواصل مع ده، فده عمال يسعى، وده قاعد مع ابوه بيسال ابوه فين نجاحاتي، مش عايز تقولي ليه على نجاحاتي، ومش دريان بان التاني عمال يعمل نجاحات. مم. دول محتاجين يبتدوا يتكلموا مع بعض. اول ما يبتدوا يتكلموا مع بعض بيحصل ايه؟ بشوف ابويا اللي بيعمل فيا كده، وابتدي اعترف بنجاحاتي اللي انا مش قادره اعترف بيها مم. لنفسي. يعترف بيا ولا ما يعترفش بيا؟ انا اعترفت بروحي. أنا شايف نفسي إزاي. بالظبط. فانا خلاص ابطل بقى ادور على اني افضل اعمل نجاحات اكتر من كده علشان انا عايز حد ابويا يقول لي انك انت ناجح، او زميلي في الشغل، او ابقى احسن من كل اصحابي اللي هم ناجحين برضو، بس انا عايزه ابقى مم. الفتك اللي فيهم، اللي اكبر منهم، اللي هم عندهم 5 مليون، انا لازم يبقى عندي 10 مليون. مم. فكل ده بحاول اثبت حاجه لابويا، بحاول اثبت لحاجه للعيل الصغير اللي جوايا اللي انا مش بتاع. انت مش قادر تعترف بروحك، مم. فانت اول ما تعترف بنفسك هتلاقي الناس كلها بتعترف بيك، وهم كانوا بيعترفوا بيك بس انت بتقول لا هو بيحاول يجاملني مم. عشان محتاجني، مش فعلا بيقول كده. مش عشان محتاجني. مم. بتبرر لنفسك عشان تفضل عايش في الرات ريس بتاع لازم اعمل نجاحات، لازم اعمل نجاحات، لازم اعمل نجاحات. ده بيبني بقى ايه؟ هابت جديد اللي هو ايه؟ ان انا من غير ادمان ان انا عايز قيمة. اعمل بناء ملياش، مش هعرف اعمل نجاحات انيل مش هعرف من غير النقص اللي انا حاسه ده، اللي بيدفعني ان انا اعمل نجاحات. هو ده اللي بيزقني، هو ده اللي بيحركني، هو ده الموتور. فالدراما بتاع حياتي بقى الموتور. حلو، وصلني لغايه هنا، مش محتاجينه بقى اكتر من كده. خلاص نبتدي نعترف بنفسنا ونعترف ان احنا ناجحين وعندنا التولز اللي نجحتنا، ونبتدي نعترف بكل التولز اللي احنا بنيناها وكل الحاجات اللي احنا اتعلمناها عشان ننجح. فخلصنا، ما احنا بقت حاجات دي بقت بتاعتنا، وانت اللي وصلت نفسك لده، انت اللي عملت لنفسك ده، مش حد تاني. فانت لو هتشكر حد هتشكر الشخص اللي وصلك لنا اللي هو انت،
لا ابوك ولا امك ولا اي حد تاني. والتولز دي عمرها ما هتروح في اي حته، ما هي بتاعتك خلاص، ما انت اللي بنيتها، انت مم. بنيت كل السكيلز دي اللي وصلتك للنجاح فبقت بتاعتك. من الاخر عرفت بتتعمل ازاي. واو. طيب انا عندي سؤال ليك، قولي لي. ايه تاثير اللي انا بقوله عليك؟ بتفتح حاجات ان انت لما بتربطي الحاجات ببعض استيعابك بيكون اقوى. يعني انا كنت فاهم ان الواحد محتاج يستيت ده لنفسه ويقول ده لنفسه، ما ياخدهوش من بره، بس لما بتربطي انت بتعملي ايه عشان ايه، فبيسمع في ايه، فبيبين شكلك ازاي، وانت اصلا الموضوع بادئ من هنا. عارفه لما كل حاجه بتتربط مع بعض ايوه، كده الدنيا بتبقى اوضح واسهل. ولما الدنيا وضحت لك دلوقتي ده بيدي حسيتك بايه؟ ان انت ان كنترول، وان مفيش حد اثر عليكي في حاجه، انت وصلتي لده هنا بنفسك بايدك. فلو هتشكري حد هتشكري نفسك انت ان انت اللي عملتي ده. حلو قوي. ده مش احسن من التكنيك ان انا اقول لك اتنفس 5 مرات؟ ده مش طبعا، لان ده ماشي. ما انا زي ما قلت لك هو ماشي على كل شخص بطبعه باللي مر بيه في قصته في حياته. التكنيكس كانت في طريقه التفكير، ازاي تلاقي المشكله وتحطي صبعك عليها، لان انا بحس الناس بتتوه في الجزئيه دي. شايفه ازاي لو حد علاقته مع اهله او بالذات مع ابوه او امه مش كويسه بسبب ان في دايما الصراع المفرغ ده، لو انا مش شايف ان انت كويس كفايه وانا بحاول اعمل كتير قوي عشان تشوف ان انا كويس كفايه وفي الاخر مش بنوصل لحاجه. شايفه ازاي ممكن الواحد يقول ان انا وصلت للمرحله دي وانا تمام معاها، وانا قادر اتعامل معاها وقادر ابقى كويس معاها، ان انا خلاص عايش في تقبل وفي سلام مع ده، مش مضايقني ومش مأثر عليا كلامه ان هو شايفني وحش او ان هو مش شايفني خالص، ومش بحرق ولا بجري كتير عشان اثبت له حاجه. خلاص انا وصلت للايكوليبريم بتاعي ان انا تمام معاه. ازاي وصلت للايكوليبريم ده؟ يعني انت امتى بتسالني الواحد ازاي اوصل ازاي ازاي الواحد يوصل ليه، وامتى الواحد يقول ان هو وصل للمرحله دي ان هو خلاص تمام معاها، مفيش طاقه مهدره في العلاقه. ان مع اهلك ولا مع نفسك؟ لا مع مع اهلي. اهلي. ما عشان اوصل عشان في حاجتين مهمين. واحد، ودي حاجه عايزه اقولها لكل التين ايج، قولي. حبايبي، عايزاكم تعرفوا ان في فرق بان انا احس ان انا وحش او ان انا فيا غلط عشان اللي ابويا عمله فيا، وان انا اصدق ان انا inherently حقيقي انا وحش. مفيش حد وحش. في برنامج، في طريقة تعامل اهلي عملوني بيها حسستني ان انا ملياش قيمة. مفيش بني ادم ما عندوش قيمة. قيمتك دي حاجة احنا جايين بيها، بتتاخد مننا او بننساها بسبب اللي اهلنا بيعملوه فينا. فعايزة افكر كل واحد انه بيوند اعتقاده بسبب اللي اهله عملوا فيه، انت ليك قيمة. شايفه الواحد ممكن يفكر في ايه عشان يفكر نفسه بده او يعرف يشوف، لان في ناس ما بتعرفش تشوف قيمتها في حاجه، شايفه ان كل حاجه بتعملها غلط. ايه اللي ممكن يعمله او ايه الاسئله اللي ممكن يسالها لنفسه يبدا يجاوب على الاركان دي، يشوف قيمته؟ حلو قوي. عشان يشوف قيمته محتاج يشوف هو كويس في ايه في الحياة مع صحابه. انا مش كويس في حاجه، انا دايما على القهوه، مفيش حد مش كويس في حاجة. ودايما على البلاي ستيشن، ومش شايف ان انا بعمل حاجه مفيده. يبقى انت عايش هربان، يبقى انت مش تبعنا. اوكي. ما بنكلمكش خالص من اساسه. اوكي. لو انت عايش فضل عايش هربان، خليك هربان. فانت مش معانا. احنا هنا بنتكلم عن الناس اللي عايزه تبص، عايزه تشوف، عايزه تفهم، عايزه تحس، عايزه تغير. فاللي عايز يشوف وعايز يسمع وعايز يغير مش هيفضل قاعد على البلاي ستيشن طول النهار، هيحاول يعمل حاجه. هيحاول يعمل حاجه. فاللي بيحاول يعمل حاجه هو ده اللي انا بكلمه. ففي فرق بين ان انا بصدق ان انا وحشه بسبب اللي بقى اهلي بيعملوه فيا، بسبب الحياه تعمله فيا، بوصل لنتيجه ان انا لازم يكون فيا انا حاجه غلط. انا بقول لك انت ما فيك حاجه غلط، انت ما اتولدتش غلط. انت عشت تجارب وصلتك انك تفتكر انك انت غلط. مهم جدا.
التجارب اللي انت مريت بيها احساسها وصل لك ده، بالظبط. فدي مش تجارب، الحقيقه هي. لكن دي مش الحقيقه الثابته الحقيقيه اللي انت اتولدت بيها. انت ما اتولدتش كده، مفيش حد اتولد كده. مم. فدي اول حاجه عايزه اقولها لكل تينيج يشوف حبايبي، قيمته. انك انت ليكي قيمه ضاعت واختفت في وسط كل الزباله اللي انت عشتها، اللي وصلتك انك انت تفتكر وتصدق انك انت مالكش قيمه. ففي فرق بين اللي انا عشته وصلني لده، وفي فرق بين انا اتولدت كده، انا كده، انا بايظ عشان انا بايظ. لا، انت بايظ بسبب اللي اتعمل فيك. حلو جدا. فطب اعمل ايه في ده؟ هو ده مسيطر عليا ومحسسني ان انا حقيقي كده. فاول حاجه انا بعملها ايه؟ محتاجين نفصل بين انه انا حقيقي كده وان ده برنامج. دلوقتي السؤال، طب اعمل ايه في البرنامج اللي مسيطر عليا؟ اطلع منه ازاي؟ اطلع منه ازاي؟ فهمتني؟ فاول حاجه، انا مش البرنامج، انا مش اللي اهلي حسسوني انه انا لازم يكون في حاجه تانية حقيقيه قبليه. بدور عليها، اللي انا اقولها لنفسي، اللي انا اقولها لنفسي. ادور عليها، الاقيها فين؟ الاقيها فانا كنت بفتكر ايه، بحس بايه قبل ما ابويا يعمل فيا كده. انا برغم اللي ابويا بيعمله فيا بحبه، يبقى انا عندي قدره على الحب. انا بسبب اللي امي عملته فيا بقيت عندي حساسيه للعذاب بتاع الناس. انا بسبب عذابي ابتديت اخد بالي من الناس اللي بتتعذب واساعدها. دي كلها قيم احنا رمينا في الزباله وانا مش واخد بالي منها. اتعلمت اسمع صحابي حتى لو انا ساكت علشان انا مكتوم، وهي دي التراوما اللي انا لازم اشتغل عليها. لكن عن طريق التراوما دي انا بنيت مهاره ان انا اسمع. فالناس بتحب، محتاجين حد يسمع. عشان انا اهلي ما ساعدونيش، انا بساعد. فانا بنيت سكيل، فما ارميهوش في الزباله، اشوف قيمته. فابتدي اشوف قيمته، فابتدي الم نفسي في الحاجات دي. فابتدي الم ايه؟ نفسي في الانشطه اللي انا مش واخد بالي منها. من الانشطه اللي مش واخد بالي. انا رحت الجيم، فانا عندي قوه ان انا اتمرد على ضعفي. دي قوتي، لكن بستعملها بطريقه غلط. اوكي، مش حاططها في مكانها. فابتدي ايه؟ ابتدي اجمع الحاجات دي، فده بيديني قيمه. وبعدين اتخلص من البرنامج ازاي؟ لما انا ابتدي يبقى عندي قيمه، انا ببتدي ارسخ في نفسي. فلما ابتدي ارسخ في نفسي، ابتدي افهم ان انا، النقطه المهمه جدا، ان احنا عايشين طول حياتنا مستنيين من بابا وماما اللي هما ما ادوهولناش. احنا عايشين طول حياتنا مستنيين من بابا وماما اللي هما ما ادوهولناش. ماما ليه مش عايزه تحبني؟ انا بعمل كل حاجه عشان تحبني. انا جبت كل النجاحات وبابا لسه مش قادر يعترف بيا. فانا محتاج ابتدي افهم. في ابهات بتتغير وفي امهات بتتغير، ولكن مش دي القاعده. لكن مش هي دي القاعده. وكل واحد وحظه في الحياه. ابوه بيتغير، ابوه بيتعب لما وصل لحته الدنيا اتغيرت، ابوه ابتدى يعترف بيه بجد واعتذر له وقال له معلش يا ابني على اللي انا عملته فيك، ما انا ما كنتش اعرف حاجه تانية، بس انت كبرت وانا بقيت فخور بيك. ده بيحصل برضه. مش كل الناس وحشه اكيد، ومش كل الاهالي بايظه، ومش كل الناس عميانه، ومش كل الناس، بس فيه وفيه. فاحنا بنتكلم على الناس اللي ما حظهاش كده، عشان هم دول اللي محتاجين مساعده. اكيد. فاحنا محتاجين نبتدي نفهم ان انا طول ما انا قاعد مستني ده من بابا اللي انا عملت عليه الاسقاطات على الناس كلها، مستني ده من صاحبي، ومستني ده من مديري، ومستني ده من، عايز مديري يعترف بيا، وعايز صاحبي يعترف بيا، وعايز مش عارف ايه يعترف بيا، عايزه اتشاف طول الوقت. فانا عامل اسقاط باحتياجي من بابا على كل الناس دي. انا اول حاجه علشان اخلص من البرنامج ده محتاجه اعملها ايه؟ اول حاجه قلنا ان احنا نفهم ان ده مش معناه ان انا ملياش قيمه، وابتدي الاقي قيمتي بالطرق اللي انا بقول عليها. تاني حاجه مهمه جدا ان انا ابتدي افهم ان بابا لو ما عملش كده وانا عندي 40 سنه، ما اقدرش افضل لسه اطلب حاجه من بابا. خلاص بابا مش قادر يديهاني. فمحتاجه ابتدي استوعب ان بابا، ان الموقف زي ما هو ده اللي هيوصلني. بالظبط، اقبل ان بابا مش هيديني ده. انا ابتدي اخده من نفسي واعترف لنفسي زي ما كنا بنقول من قيمه ربع ساعه. ابتدي انا، بابا مش قادر يعترف بيا، هل انا معترف بنفسي؟ لا. ايه اللي هيوصلني للامان؟ ان انا لما ابتدي اعترف بنفسي، فده هيحطني في حته ابتدي احس بيها بغضب ناحيه ابويا، فاسمح لنفسي احس بالغضب.
لما افرغ كل العواطف اللي حسيتها مع ابويا واعترفت بنفسي، انا بقيت في سلام مع اللي حصل لي. فانا لازم افرغ طاقه الماضي السلبيه واعترف بنفسي في الحقيقه بتاعت النهارده. فبشتغل على الماضي وعلى الحاضر واحطهم مع بعض عشان يوصل للي هو عشان عايزه. اوصل فاوصل ان افهم ان شجره الموز ما بتديش تفاح. طيب بس انا قاعد قدام شجره موز عماله اقول لها ليه مش عايزه تديني تفاح؟ ليه مش حاسه ان انا مهمه؟ ليه؟ وانا زعلانه منك، بس مش قادره اغضب عليكي عشان بر الوالدين، عشان انت برضو ما انتش فاهم اللي انت بتعمله، ما انت اصلا ما انا عذرك. لا، وانا غضبان منك وبعدين هبرك لما اخلص كل الغضب اللي عندي ناحيتك بسبب اللي انت عملته فيا، وافهم انك انت اب وحش واب حلو في نفس الوقت وعندك اعذارك وخلصنا. الانتجريشن بتاع الحته الحلوه والحته الوحشه هي اللي هتجيب لك السلام. الاتنين مع بعض. الاتنين مع بعض، مش انا ارفض دي وانساها وابقى رد فعل ليها عشان تقدر توصل ان انت في عمرك ما peace هتوصل. خلاص. لازم احط الاتنين مع بعض. بتحسي ان الاكسبتنس صعب ان الواحد يتقبل الاكسبتنس بيجي، الاكسبتنس الحقيقي معناه اللي انا لسه قايلاه دلوقتي. مفيش اكسبتنس حقيقي طول ما انت رافض الحته الوحشه. الاكسبتنس تاخدي الحلو مع الوحش. الاكسبتنس انك انت تعمل انتجريشن، تعمل البروسيس الكامل بكل الوحش وكل الحلو. ومتقبل الاثنين، وفي الاخر بتتقبل الاثنين. لما تعمل البتاع بتهدم الاثنين. التقبل مش في الدماغ، التقبل حاله بتحصل بعد لما انت بتهدم الوحش اللي اتعمل فيك وكل اللي ده اذاك، وتهدم الاذيه اللي انت اتاذيتها ويرايز اباف ات. ده بيدي احساس بالكنترول، ده بيدي لك احساس بانك انت مليان خلاص. وده بيدي لك احساس بالكنترول على حياتك. لانك بتوصل لحته انت ابتديت تفهم فيها ان الدنيا صباح ومساء، في ايام مطره، في هوا جامد بيخلي الناس تموت في البحر، في الشيء ونقيض وفي البوزيتيف وفي النيجاتيف فاحنا عايزين نعيش بس في الحلو. طب ونعمل ايه؟ الطبيعه كلها وحشه، فيها وحاشه. اسماء الله الحسنى نصهم حلو ونصهم وحش. فلازم في الرحيم وفي القاهر. من اسماء الله 99 ليه؟ ربنا بيقول لنا ده موجود وده موجود، والاثنين مع بعض عاملين كله. وغباء انك تبقى ماسك في جزء وسايب التاني. يعني مشكلتنا في الحياه واللي عامل ضعفنا في الحياه واللي مخلينا مش واصلين لاي حاجه ان احنا ماسكين في اننا لازم نبقى كويسين بالقوه، فعمالين نقنع نفسنا انا قوي. في اي حاجه مش كويسه بتنزل في اي حته مش كويسه لازم اركنها على جنب، لازم احطها تحت السجاده. بتعمل ايه؟ سرطان، كراكيب على الفاضي، براكيب ما عماله دماغك هو لما كلمني النهارده ليه وبتفضل تفكر فيها طول النهار، انا ليه ما عرفتش ارد عليه؟ انا كان لازم ارد عليه، انا ما عرفتش ارد عليه، انا طب انا ليه مش ما عرفتش ارد عليه؟ وانت اعملها تاني الاسبوع اللي بعديه، تاني ما عرفتش ترد عليه. انت ايه؟ ليه مش عارف ترد عليه؟ ما انت عايز ترد عليه، ما انا كان لازم اقول له، ما عرفتش اقول له. تفضل تاكل في دماغك، تاكل في ده، وكل دي طاقتك الحيويه عماله تروح. راحت وانت مسحول في حاجه مش مهمه، وانت مسحول في حاجه قالها لك عشان مش عايز تعترف ان ده محسسني ان انا قليل كده. انا قليل، ابتدي ابص اعمل ايه في قلتي واخلص منها بقى واطلع منها. بدل ما انا عماله اكل في نفسي. لا انا مش قليل، انا كان لازم ارد عليه، المره الجايه هرد عليه، انا عرفت ارد عليه، انا مبسوط من نفسي. جه هو واحد اقوى منك يا اخويا وحطيتك تاني في نفس الحته اللي انت كنت فاكر نفسك فيها. هي عملنا ايه؟ ولا من هنا ولا من هنا. فبتهرب، ما فيش حد بيهرب من روحه. كله بيتحول. ايه؟ في قانون في الطاقه اسمه الطاقه لا تعدم، بس بتغير شكل. بتغير شكلها. اعمل اللي انت عايزه. افضل قاعد قدام التلفزيون طول النهار، اتحولت لايه؟ لديبريشن. انت فقدت طاقتك وبقيت ديبريس، خلاص مفيش طاقه، فبقيت ايه؟ بني ادم ما عندوش طاقه، اتحولت لحاجه تانية. خليك قاعد قدام الشاشه لو ده نفعك، انت مش حاسس. ما حدش يقدر يهرب من اللي جواه. انت تقدر تهرب بنفوخك منه، لكن هو في جسمك عمال يعمل فيك حاجات كده. فده حاجه. تاني حاجه انك انت محتاج تحط كويس مع الوحش. فعايز تهرب منه،
بيتحول لحاجه وحشه، بيتحول لمرض، يتحول لغضب، يتحول لاباثي ان لايف، مالكش نفس في اي حاجه، اوكي، رفض كل زهقت، حاجه. رفض، ما عادش ليك نفس في اي حاجه، كان عندك هوبي زهقت منها، ما انتش عايز تخرج مع صحابك، ما انتش لاقي قيمه في اي حاجه، فالطاقه دايما بتتحول لحاجه، فانت حاسس ان دي حته ودي حته تانية، لا احنا حاجه واحده، الاتنين مع بعض، كله مع بعضه، الحته اللي باظت منك هنا بتتحرك في حياتك في حته تانية هنا وانت مش دريان. وبتشيل من عليكي فكره ان انت ان كنترول، يعني لما بالظبط. بتعرفي ان الحاجات دي ما مش بتاع يعني بره عني، بالظبط ماليش يد فيها. بالظبط. الحاجه التانية اللي انا محتاجه اقولها، اللي انا ما قلتها كنت بتاع، انه انت مش هتقدر تغير اهلك، فلو اهلك ما قدروش يدولك اللي انت عايزه، هما مش هيقدروا ما يدولك تدورش ده، عليه هناك. فما تدورش عليه هناك، انت محتاج بس تفهم ازاي تتعامل مع ده. فعشان كده محتاج تواجه الغضب اللي عندك، الحزن اللي عندك، الوجع اللي عندك بسبب انك انت ما خدتش ده منهم، وده من حقك. مفيش حد يقدر يقبل اهله ما ادولوش من غير لما يحس بالوجع اللي حصل له، والغضب اللي عنده، والاستسلام اللي دخله، والرينونسيشن اللي عملها، ومليون ألف حاجة أثرت على حياته بسبب إنه ما خدش ده. لما تعمل كل ده تهدم، تتقبلهم زي ما هم بالظبط، وتروح تدور على ده بقى في حتة تانية، او تدي نفسك، او انت تديه لنفسك وتاخده من حته تانية. ما نقدرش ندي لكل نفسنا كل حاجه. احنا بني ادمين بنتفاعل مع الحياه، ما احناش ما حدش فينا كلوز سيركل. بس لو انت مش مستنيه يحصل لك، انت بتسعى فيه، بتعمله بطريقه لنفسك. صحيه سويه، بتدور على طرق جديده مختلفه، عشان الغضب زي ما كنا بنقول في المثل الاولاني الطريقه اللي انت بتدور بيها ما بتديلكش. فاحنا محتاجين نفهم ان ردود فعلنا للي احنا ما خدناهوش من اهلنا هي الحاجه الوحيده اللي في ايدينا اللي نقدر نغيرها، ما نقدرش نغيرهم هم. اوكي، تقدري تغيري رد الفعل لكن مش هتقدري تغيري الشخص ذات نفسه. بالظبط. واحنا ده مهم ليه؟ عشان انا بتجوز واحده او بحب واحد او واحد بيحب واحده وعنده امل ان هي تتغير، باعتبار ما سيكون، باعتبار ان انا مثلا بعملها كويس بقى، فهمت ابوها ما كانش بيديها فانا بحاول احتويها، بحاول ادعمها. يعني هي جواها غضب، هي جواها المفروض هتقدر، هي مش بتقدر ليه؟ هي ما تقدرش تستغنى عن ان انت وحش. ده بقى دخلنا في العقل الباطن وحطينا في حته تانية. لكن اللي انا عايزه اقوله انه انت دايما بتسعى بتعيد نفس الحاجه تاني مع اللي قدامك، فانت مش بتطلبها بس من ابوك. فانا ان انا اقبل ان انا ما خدتهاش من ابويا، معناها ان انا ابتدي اشوف ان انا مش اخدها برضو من مراتي، ورد فعلي مش بس مع ابويا، رد فعلي برضو مع مراتي. فهمتني؟ فانا بكرر اللي اتعمل فيا مع الاشخاص القريبين مني واللي بحبهم، لان ده بالنسبه لي شكل الحب الوحيد اللي انا اعرفه. بالظبط. فبما انه شكل الحب الوحيد اللي انا اعرفه برضو مش موصلني للنتيجه اللي انا عايزها، لانه ما كانش صح اصلا، من اساسه. بس انا مش دارين بكل ده. لكن العلاقه بما ان انا مش مبسوط منها وفيها حته النقص دي، فانا في مشكله كبيره قوي في العلاقات. انا بفضل احارب انه البني ادم اللي قدامي مش قادر يديني اللي انا عايزاه، فافضل احاول اعمل مجهود اكتر عشان يشوفني اكتر ويحس ان انا بعمله اكتر، اللي انا بعمله اكتر، فياخد باله فيديني اللي انا عايزه. فانا دايما الناس بتقول لي ايه، هي مش بتديهوني دلوقتي بس انا من كتر ما انا هفضل ادي لغايه لما هي تاخد بالها. لا، هي عمرها ما هتاخد بالها، ولا انت وانت لازم، ولا انت محتاج تفضل تدي ده. انت محتاج تشوف ان هي بني ادم ما بيستقبلش اللي انت بتديه، اللي هو ابوك ما ادالكش، ابوك ما ادالكش وانت بتفضل بتحاول معاه. فانت محتاج تفهم ان البني ادم ده ما بيديش، مش تفضل تحاول. ناس كتير بتقول لي ايه، ما يمكن يتغير. يا جماعه يتغير ايه؟ انت بقالك 10 سنين بتتضربي، انت فين يا ماما؟ بتبقى حلوه فكره ان الواحد يتعلق بالامل، دي بتبقى مريحه في انك تعيش في الوهم اللي مش هيوديك اي حته. نفس الحاجات بالظبط. لان لو كان عايز يتغير ما كان اتغير، لو كان يقدر يدي ما كان ادى.
هو في حد عايز يعذب حد بالقوه؟ يعني حاسس واعي ان هو بيعذبك ويعملها بالقوه؟ ما فيش حد شرير قوي كده. عندنا الامل ان البني ادم اللي قدامنا يتغير. البني ادم اللي قدامنا مش هيتغير، احنا محتاجين نشوف ده عشان نبتدي ندي للبني ادم اللي مستاهل، عشان انا مستاهل، عشان انا استحق، عشان انا استحق، عشان انا ليا قيمه، انا بستحق لما يقوم لي قيمه. فانا هعمل ده لنفسي، فانا هعمل ده. فاشوف ان البني ادم ده اسقاط مني زي لبابا، بعيد نفس القصه، بعيد ماما تاني، فده بني ادم مش هيتغير. فحته الامل اللي احنا عايشين فيها ان التاني هيتغير، انا بس الحاجه الوحيده اللي اقدر اغيرها انا ورد فعلي للي قدامي بيعمله او الحياه بتعمله. دي الحاجه الوحيده اللي في ايدي، غير كده الحياه بتعمل ايه مش في ايدي. التاني بيعمل ايه مش في ايدي. الاشخاص بتعمل ايه مش بتاعي، في ايدي انا برد على ده ازاي. وانا عايزه افضل مزنوق في الحته اللي انا ما باخدش فيها حاجه او ولا لا، ده اللي في ايدي. لكن انا اخلي حد وحش كويس معايا لا. ان انا اخليه يتغير عشان اللي انا بديهوله مش هيحصل. يا هاخده زي ما هو يا همشي، يا اما اخد بني ادم واعي ياخده زي ما هو. دي كلمه مش عايزه اخليها الناس تفهمها غلط. اوكي، يعني اخده بحيث ان بيبقى بني ادم عنده قدره ان هو كمان يعرف يتعامل ويكبر وينضج ويتطور. عشان انا استاهل ان انا ابقى مع حد، عشان انا عايزه اتطور، انا عايزه اتحسن، انا عايزه ابقى سوي، انا عايزه اوصل لحته ان انا عايش فيها في سلام. فانا دول الناس اللي يناسبوني. مش ان انا اقبل ان انت ما بتدينيش حاجه فانا اقبلك كده وافضل عايش من غير حاجه. ده عبط. لا، انا هقبل عشان انا استحق الاحسن. انا اقبل معناه ان انا اقبل انك انت مش بتدي، واروح اشوف انا هعمل ايه في انك انت ما بتديش، واقرر اعمل حاجه تانية تنفعني انا. شايفه ان انا لما بقبل الشخص زي ما هو المفروض ازقه من بعيد لبعيد، ولا اخده زي ما هو يبقى ما اتكلمش في الموضوع ده خالص؟ حسب انت قدام مين. حسب انت قدام مين. في ناس لما بتزقهم بيبتدوا يسمعوا. هديلك مثل لحاجه غريبه جدا حصلت لي في حياتي، وحصلت لي مرتين. واحده انا فاكره بالظبط انا عملت ايه وقلت ايه، والتانيه مش فاكره قوي. انا في يوم من الايام كنت مع واحده بنت صاحبتي وانا عايشه في اسبانيا. رحت قالت لي روحي خدي ولادي من المدرسه عشان انا اخلص الاكل. فانا رحت، وكنا قايلين للعيال الصبح ان احنا ماما انا اللي جايه اخدكم مش ماما اللي جايه تاخدكم من المدرسه. فانا واقفه قدام باب المدرسه مع بقيه الامهات مستنيه الولاد يطلعوا. الولاد يعرفوني، ما حدش من الامهات يعرفوني. فسمعت الراجل اللي ورايا هو ومراته شاب بتكلم عن شباب صغير عندهم 30 سنه وعندهم عيل، فمستنيين برضو عيلهم يطلع من المدرسه. فهي عماله تقول له انت لسه طالع من المستشفى امبارح، رحنا المستشفى في وسط الليل امرجنسي عشان يعملوا لك مش عارفه ايه في الكلى، عشان انت عندك حصاوي في الكلى، عنده 30 سنه وعنده حصاوي في الكلى وبيشتكي ومش عارفه ايه وبتاع. انا وقتها كنت في حاله مختلفه خالص عن دلوقتي، ما كانش عندي هنقول الحكمه اللي موجوده دلوقتي، انا ملياش دعوه. فرحت متدوره ورحت قلت له لو انت عايز تخلص من الحصاوي اللي موجوده في كليتك بطل تشرب لبن، بطل تاكل جبنه، بطل مش عارفه ايه، اعمل مش عارفه ايه بتاع مش عارفه ايه. راح بص لي كده مخضوض وقال لي انا ما اقدرش استغنى عن اللبن في حياتي. فقلت له ماشي، ما تستغناش عن اللبن في حياتك، واقبل ان انت عندك 35 سنه هتكون راجل، يمكن عندك حصاوي قد كده في كليتك، يمكن مثلا كليتك باظت لدرجه ان انت بتعمل غسيل دم، ويمكن تموت وولادك يتشردوا، فبراحتك. ورحت متدوره اخد العيال وماشي. بعديها ب6 اشهر وانا بزور الست دي تاني، قالت لي انت عارفه انت عملتي ايه في الكابل ده؟ حياتهم اتقلبت. واو. بقوا بيشربوا لبن نباتي، بطلوا ياكلوا عيش، بقوا صحيين، لقي طرق طبيعيه يدوب بيها الحصى، وصحتهم زي الفل ومش عارفين يشكروك ازاي. واو. اديني قلت كلمه لحد ما عرفوش قلبت حياته. انت قاعد مع واحد عمال تقول له طول الليل والنهار يا ابني مش كده، يا ابني مش كده، يا ابني مش كده، وما بيسمعش. فانت بتقول لي اقول ازق، حسب انت قدام مين. اعمل اللي عليك. انا عملتها ورميت، قلت له انت مش عايز تستغنى عن اللبن، حلو، عواقبه كذا، اقبل عواقبه وبراحتك. في الاخر ده اختيارك. بتعرض اللي موجود اللي تقدر تعمله من ناحيتك، وهو يقبل او يرفض دي بتاعته.
لكن انت كده كده واخده ومتقبله في الكويس بتاعه وفي العيوب بتاعته. بس ده لو انا مش عيوبه دي ما بدفعش مش ثمنها في مش بتأثر حياتي. عليا. لو انا متاثر وعايش متاثر يبقى انا مش سوي ان انا اقابل التاثير ده وعايش في القرف اللي هو بيعمله، يبقى انا مش سوي. اوكي. لو انا عايش مع بني ادم بيعمل فيا حاجات مأثرة على حياتي ومش قادر استغنى عن البني ادم ده او بقول ان انا اقابله، هل ده قبول حقيقي سوي؟ لا. ده اعتماديه، ده انكار، ده امل مش بتاع، ده عدم قدرتي على الاستغناء. بعمل قرايه غلط. انا بقول قابل ايه؟ في حد يقبل ان حد يعامله وحش ويبقى عايش بيدفع ثمن حاجه بتأذيه؟ ده مش سوي. فانت بتقول لنفسك ان انت قابل، لكن انت في الحقيقه انت مش قابل، انت عندك حاجه ثانيه. انت مستسلم، انت عامل رينونسيشن، انت عامل انكار. كل دول بنسميهم انا قابل. صباح الخير. القبول الحقيقي سلام، سوي. مفيش قبول حقيقي. اي حاجه تانية مش كده مش سويه، مش قبول حقيقي. نور مش بنشبع منك بجد ولا من كلامك بجد. شكرا بجد 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 بدون اي مبالغه. انا ممتن فوق الوصف، مبسوط جدا ان انا قابلتك واتكلمنا مع بعض، وبجد شكرا على الكلام اللي قلتيه النهارده. الحمد لله. المهم كمان يكون فادك انت. انا حسيت في كذا لقطه انك انت في حاجات بتنور. في حاجات أيوة بتنور جوه في حاجات بتنور. فبجد شكرا. انا مبسوطه كمان ان انا اتعرفت عليك وان احنا عملنا ده، واكيد مش اخر مره. واكيد مش اخر، وان شاء الله ان شاء الله. والبنوته اللي جت دي بجد تشاري اون توب كده. بجد شكرا ليك يا العفو حبيبي، العفو. ميرسي قوي، الف شكر. No, it's okay. Hi. Can I say hi? Yes. How are you? Good. I'm your biggest fan from Morocco. Oh. I just want to let you know that you grabbed me from very, very, very deep spots. Oh, thank you. Dark ones also. Thank you so much. We are doing يا لهوي أنا سمعت الصوت وعرفتيني. أكيد طبعا، ده أنا بنام بحضرتك. يا الله. ألف شكر يا حبيبتي. يا لهوي. ألف شكر يا حبيبتي. يا لهوي إيه ده؟ ألف شكر يا حبيبتي. أيوه. بصي أنا جاية في رحلة تشافي. أيوه. من المغرب. أيوه. معايا عصب سابع بايظ من سنة، و because of that أنا عملت كذا depression بس والله العظيم بجد حضرتك زقيتيني كده من تحت المية أكتر من مرة. الحمد لله. الحمد لله. متشكرة جدا. بجد شو يعني. thank you. thank you. أنا لازم أشحن من البايظ. اشحني يا حبيبتي، اشحني. أيوة الحقي بسرعة. اشحني. خلي بالك مفيش حاجة بتحصل كده يعني. انتي معدية هنا for a reason وهي قاعدة هنا. احنا كنا نقعد في مكان على فكرة، وبعدين قلنا لا خلينا نقعد هنا. لما أطلع من المية أتمشى على رجلي عشان الحتة دي فيها ضلمة، كنت بتفاداها كل مرة أخد عربية. لسه واصلة من 4 أيام يعني، لسه متعودة شوية على المكان، فقلت تعالى يلا في ناس أتمشى النهاردة. شفتي؟ طب يعني نايس. حلو. قلت لي دهب، قلت لك سينكرونيسيتيز. أيوة. بتحصل لي الفيديوهات أنا بشوفهم أكتر من مرة، ساعات عشان أسمع وساعات بس عشان الموشن تبقى جنبي كده. كده ونسك حبيبتي. اسفه اني لا خالص بجد. لا والله لا اللقطه حلوه قوي. I swear to God انا للحظه افتكرت اني هلوست. لا انت عندك مانع ده يطلع في عندك مشكله؟ لا عندك مشكله انه يطلع في الفيديو؟ هتبقى اول مره انا ابقى متصالحه مع وشي وهو كده. معلش. انت على فكره زي القمر والله. وبجد شكرا جدا. بجد شكرا ليكي يعني بجد. ميرسي يا روح. ميرسي يا حبيبي. معلش. يا الله. ايه ده يعني ايه الحلاوه دي؟ حاسه ايه؟ I'm very touched قوي. ايوه يعني انا مش مكانك و I'm very touched. يمكن انا عارف عشان كده بتعملي اللي انت بتعمليه. ان انت مصممه دايما مع انك شاطره في مجالك ومش محتاجه تعملي ده، بس اعتقد عشان كده بتعملي ايوه يعني مش بجد هي كل حاجه واقعه في مكانها الصح، ومش حاسس ان في حاجه اكتر من كده ممكن نختم بيها يعني.